السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ صلاح المعاملي، مدرس المواد الشرعية. عندنا كتاب جوهرة التوحيد للصف الأول الثانوي، وكنا قد شرحنا الدرس الأول المقدمة والمبادئ العشرة، ده كله انشرح، ووقفنا عند أظن كده التكليف والمكلف. درس التكليف والمكلف. قال الناظم رحمه الله: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. يعني كل شخص بالغ عاقل ده مطالب إن هو يعرف اللي هو التكليف اللي عليه. إيه هو بقى؟ قال لي: تجب معرفة الله تعالى. ما هو الواجب على المكلف؟ قال لي: تجب معرفة الله تعالى. على من تجب؟ على كل فرد من أفراد المكلفين، إنس أو جن، ذكرا أو أنثى، غير الملائكة. فهنا ممكن يجي سؤال يقول لي: هل الملائكة تجب عليهم معرفة الله؟ هنقول لا طبعا، لا تجب عليهم. ليه؟ لأنهم أصلا مخلوقين، خلقوا وجبلوا على المعرفة والطاعة. أصلا ربنا خلقهم على معرفة، هم أصلا كده عارفين ربنا ومخلوقين أصلا للطاعة والعبادة، فمش محتاجين ان احنا نقول واجب عليهم، هم اصلا كده عارفين ربنا سبحانه وتعالى ويعبدونه. قال تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو